نعمل ايه لو الطلق ابتدى والبيبي في الوضع المقعدي؟ لو الطلق ابتدى والبيبي لسه في الوضع المقعدي، اول حاجة نعملها هي اننا نهدى ونفكر. الوضع المقعدي مش معناه قيصرية فورا، بس كمان مش بنكمل طبيعي كأن مفيش حاجة. انت هتروحي المستشفى فورا اول لما الطلق يبتدي علشان يتعمل لك سونار نتاكد بيه ان البيبي لسه في الوضع المقعدي، وكمان يحددوا نوع المقعد، وده مهم جدا علشان القرار. هل هو كومبليت بريتش ولا فرانك بريتش ولا فوتلينج بريتش؟ وده اخطر نوع. رجلين البيبي بيكونوا نازلين لتحت، واحده منهم او الاثنين ممكن ينزلوا في قناه الولاده قبل المقعده، وده اللي بنخاف منه لانه بيزود خطر نزول الحبل السري قبل الجنين. في المستشفى كمان هيقيسوا نبض الجنين وهيشوفوا عنق الرحم مفتوح قد ايه. طيب هل ينفع اول الطبيعي في الحاله دي؟ ده بيعتمد على حجم البيبي، هل هو مناسب ولا لا، وكمان نوع المقعد هل هو امن ولا لا، وهل متوفر في المستشفى اللي انت فيها دكتور شاطر في الولادات المقعديه ولا لا. طيب هل ينفع نعمل مناورة تدوير الجنين الخارجية ونقلبه دلوقتي؟ الحقيقة لا. بعد ما الطلق يبدأ محاولات قلب الجنين من بره بتبقى مش آمنة، وغالبا مش بتتعمل في أغلب البروتوكولات. علشان كده لو الطلق شغال والبيبي ثابت على الوضع المقعدي، القرار بيكون بنسبة كبيرة لصالح القيصرية كخيار آمن ليكي وللبيبي لو مش متاح ولادة مقعدية آمنة في المستشفى اللي انت فيها. الخلاصة اهدي وروحي المستشفى فورا، والطبيب هيقرر الأنسب ليكي حسب حالتك في اللحظة دي. وخليكي دايما فاكرة ان الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.